آوا فاکولته زانستم خوزایی و تکنولوژی بشه کیمیا پروژه درچون آب سرناوی كيمياء الكريمات الطبية بسرپرشتية ماموستا حميدة الجاسم وباليكاريا بشي بيولوجيا بتايبت ماموستا رامي حاجي وماموستا محمد شيخ موسى. أما ذكرنا بروجي مايا تاج الدين ألند حسن وديار خزيم اف بروجي دتاقيقها بيولوجيا دا أمي بكاربين دوي بروجي دا أمي زيتا نبتة النعناع الفلفلي استخلاص بكن بريا جهازي ساكسوليت كم دسبكته؟ طريقة ساكسوليت هي طريقة من طرق الاستخلاص الزيوت العطرية تستخدم لفصل المركبات الغير قطبية أو شبه القطبية مثل الدهون، الزيوت، الشموع والقلويدات من عينات صلبة مثل عينات نباتية، حيوانية أو صناعية عبر تعريضها المستمر للمذيب الساخن. جهاز الساكسوليت الجمع منتل هي جهاز تسخينه دورق حجمته سعتها 1 لتر الجمع غرفة عينته وبشرة مكثف لتبريد البخار الناتج عن المذيبته. مواد جمع مطلوب نبات نعناع فلفلية بشرة مذيب عضوية عادة استخدامها مذيبات بوك إيثانول وهكسان لكن هكسان أفضل شيء استخلاص زيوت دهنية بس تشتري جمع متوفر إيثانول وبشترة ماء مقطر جبوب قشكرنية وميزان ميزان عينية عينية ذات ينسر يجبو وزني وورقة ترشيحها. أول شيء أمي عيناخا بينن أمي بقطفينن بشتي ما قطفان ده أمي بشين جبر قريج ما قريج أمجي حمية راكنة بشتي أمي بينن تجفيف جرشكن تنشيف سر ورقة ترشيح وام بنشفينن بشتي ما نشفان ده أمي عيناخا بينن بوزنين سر ميزاني كا چند جرام درد كوي ام زام چقا زيتش حوقه جرام درد كوي امينها عيني بوزنين أنا الآنسة حميدة جاسم قسم الكيمياء مشرفة مشروع التخرج كيمياء الكريمات الطبية. يتناول هذا المشروع دراسة حول تركيب الكريمات الطبية ودراسة بعض فوائدها، كما سندرس استخلاص الزيوت العطرية ومن ثم نجري بعض التجارب وتكوين تركيب بعض الكريمات المرطبة ثم ندرس حساسيتها واختبارها على الجلد. عينا منها 21 جرام فاصلة 5 أمي بنویسینش برام زمان تالیای که چقدر زیت استخلاص به جوی عینه هنی. أمي نها نبتا خبرتن غرفة عینه ده. نهامه مذيب عضوي إضافة بكنسر مذيب ما عضوي جمع إيثانولها تركيزاوي نوت وششة بشتي ما مذيب خا إضافة بكر أما نها مكثف إضافة بكن أم مكثف تبريد دكة أبخيرين ناتجة عن المذيب اجتماع إضافة كرة منها منتل واب شغلين جبر جرم كرنة منتل بيخن ما منتل بيخس دبي حرارة منتل يا تسخينه دبي حفتي وهشت بي جبركو درجة غليان يموزيبه ما كحول إيثانول جمع حفتي وهشتا مبدأ طريقة ساكسوليت شوية دورق مذيب تدا مذيبه ما وكما قلتي إيثانولا اف مذيبه هنا بريا منتل حرارة جديدة برياوي بخري اف مذيبه هنا بخري برياوي سيفوني دتشي جمع مكثف ام مكثف بريا آبيد بردينه ديسانه بدغري عينه بشرا ريا غرفة عينه رد صدر باسي دورقي مدبه واف عمليه هنا تكرر حتى زي تم استخلاص بيت دورق بشتي زيت هات استخلاص كرن اما دورق بينن اما كحولات هندري ودا اما بخرينن بشتي ما بخران اما بريا ورق ترشيح اما زيت صافينا جبر زيت صافي هندري ودا ود داويدا سوداكو ام جوي زيت دغرن ام كان مستحضرات التجميلي دا ينجي مواد الطبي ده بكار بينن وككريمات. يمثل مشروع كيمياء الكريمات الطبية خطوة مهمة في مجال العلوم الصيدلانية من كونه يستند إلى
تحليل تأثير الزيوت العطرية المستخلصة على فعالية الكريمات، كما أن دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية للكريمات يضمن جودتها واستقرارها وسلامتها، مما يرفع معايير جودة الرعاية الصحية في المجتمع. لذلك فإن هذا المشروع ليس له أهمية أكاديمية فقط، بل أيضا له تأثير ملموس على الصحة العامة، مما يعزز أهميته كبحث لمشروع تخرج. وآنها قاضى دويمش بروجي تشكرنا كريمة بشتيكو مزيتا خو استخلاص كر بريا جهاز الساكسوليت وما تصفية كر أمد كريمة خودها بكاربينن مواد كود كريمة دجمر بيويسن ماء مقطر جمع زيتها مستخلص وجليسيرين ولانولين جمع شمع النحل وفيتامين إي أب مواد كو أمد كريمة خودها بكاربينن. أدوات إجمار لازم يشبهوا تجربة كريماتا بشارات بحجم 100 مليم وملقاة وميزان حرارته يجبو حرارتها عيناتها بشترى خليط قضيب زجاجته يجبو تحريكية وخلاط كهربائي تحريك سريعته وميزان يجبو وزنها عيناتها بشترى طبق بيتريته يجبو مزجة عيناتها والجمع جهاز حمام مائي هي يجبو تسخينها طوري زيتي وآفيج. أمينها دست قسمي عملي بكن بريكو أم دست تجربة بكن جركا أم مستحلبات ناس بكن جمع نوعي مستحلبات جمع هنا يا أول شيء مستحلبات الماء في الزيت ويا دوا مستحلبات الزيت في الماء. أمي طريقة أول استخدام كن طريقة الماء في الزيت تحضيرها في تجربة مرة. أمينها دست بكاري عملي بكن أمينها خطوات تجربة بدن خويا كرن. جمع أول خطوة تحضير الطور الزيتية جمع زيت طبيعي مستخلصة وجمع شمع النحلة. طريقة في أمي شمع النحل إضافة بكنا طوري زيتي ده إنه زيتها ما مستخلص ده وأمي تسخين بكن أمي قرم بكن حتى درجة حفتي سيليسيوس جبركو انصهارا شمع النحل جمع 6 بينجا. ها خطوات دوا جمع تحضير الطور المائي جمع ماء مقطر أمي إضافة كن سر جليسيرين وجليسيرين جمع بدرجة كمية هندكة جبركو أف كمية محددة جفي طريقة مرة. خطوات السياق جمع دمج الأطوار أمي طوري مائي إضافة بكنا لسر طوري مائي زيتي وشرطة كما هي البيدركي بدرجة حرارته نفس درجة بيختم إضافة بكنا هردو طورة. خطوات شهر الجمع بشتيكو ما هردو طوري خو كرنا في هفدا أمي بريا خلاط ونال هف بخن. منها في خطوة ده فيتامين اي إضافة كانت كريمة ده فيتامين ايش فايدة وياها مضادة أكسدة ومادة حافظية مكارنا حسابك. آخر خطوة في مشروعي معي هني أمي عطر بردني ده جبر بهنا كريمة ما خوش بي. جبلي تشكرنا كريماجي ما معقم جدستار تشكريا وبشترى أمي صابونين طبيجي تشكر وسباس.